عمرك دخلت تراجع رسالة جاية لك في يوم وطلعت بعد ساعة؟ في يوم كنت المفروض بتمسك تليفونك عشان خاطر تبعت ايميل، لقيت نفسك بتتفرج على فيديوهات طبخ او ميمز او ناس اصلا ما تعرفهاش. بس انا حابب اقول لك ان ده مش انت بس، ده كلنا وبقى حالنا كلنا دلوقتي. بس السؤال هو ازاي السوشيال ميديا بتسرق وقتنا وبتسرقنا من نفسنا؟ ازاي السوشيال ميديا بتخدع وبتضحك على مخك؟ ليه بقت في حياتنا ادمان فعلي مش مجرد عادة؟ ازاي بتشتغل السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا مش مجرد برامج عادية، هي معمولة خصيصا عشان تسرق منك مخك وكل وقتك. كل لايك، كل رنة تليفون، كل نوتيفيكيشن بتجيلك بتساوي دوبامين، زي المخدرات بالظبط والله، ويمكن أسوأ. وبيعملوا تصميمات ايه ما تخليش الواحد يحس. سكرول الصبح لا نهائي، ومفيش نهايه هتقف عندها، هتفضل تطلع وتنزل وتطلع وتنزل وترجع وتروح. ده عملوا لك حتى اركايف للفيديوهات اللي لو راحت منك وشفتها بالغلط وكنت عايز ترجع لها تقدر ترجع لها تاني. يجيلك نوتيفيكيشنز قد كده اهو تشتت انتباهك. محتوى سريع في تيك توك وريلز خلي مخك يزهق من اي حاجه تانية مش سريعه. يعني من الاخر كده شويه برامج تقفل دماغك، تشتت انتباهك وتطفيه، تسحب منك كل طاقتك. هل تعرف ان شركات السوشيال ميديا بتوظف علماء متخصصين نفسيين في سلوك الانسان علشان يصمموا خوارزميات تعرف ايه اللي يخليك تفضل ماسك التليفون؟ تخيل كده معايا انك انت كل يوم بتدخل الفصل، بس اللي بيعلمك هو تيك توك، واللي بيصحي مخك هو رسالة إشعارية من برنامج انستجرام. هديك مثال تاني. تخيل كده ان انت فتحت يوتيوب علشان خاطر حاجة معينة داخل تشوفها، فتلاقي نفسك بعد 5 دقايق اتسحبت واتسحلت في حاجة عن مؤامرة، او يا اما رواد فضاء ولا قصة رعب، وانت اصلا في الاساس في الاول كنت داخل عشان خاطر تشوف وجبة فطار. وانت بقى تيجي تقول لي طب ما عادي، ما انا كنت وقتها بدور على فيديو، ده كان وقت فراغي. لا، ده بيسرق منك قدرتك على التركيز وبيشتتك لانك كنت رايح لحاجة معينة، وده اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، هتلاقيه هنا. بيسرق منك كل ابداعك، والاهم راحتك النفسية. كل دقيقة في سوشيال ميديا من غير وعي بتخسر فيها في نفسك حاجة حقيقية من غير ما تحس. فقدان التركيز، مقارنة مرضية بناس مش شبهك، تقليل الثقة في النفس، بتاكل كل وقتك اللي كنت ممكن تطور فيه من نفسك، عزلة وبعيد عن كل الناس، فقدان المعنى والهدف بتاع اليوم. دايما كمان بعد كل ده بتبان وسط الناس بس من جواك فاضي. والأسوأ انك بتعمل اصلا ده كله، عارف ليه؟ عشان تهرب من حاجة جواك ومسؤولية عليك، فبتغرق في سوشيال ميديا بدل ما تواجه نفسك. انا كده احكي لك عن قصة حصلت معايا. واحد من المتابعين في يوم جه قال لي انا بقالي شهر مش عارف اخلص من مشروع التخرج، بدخل اشوف الايميل بتاع الدكتور اللي بعتهولي عشان خاطر اكمل، الاقي نفسي اتسحلت ساعتين في تيك توك واصلا نسيت الايميل ونسيت ان انا اصلا عندي مشروع تخرج. فتخيل ده، هل لو فضل كده هينجز مشروع التخرج ولا هيقعد فيه 2 3 وممكن اصلا يفضل قاعد فيه طول حياته؟ انت كده تسأل نفسك، انت اخر مرة خلصت حاجة من غير ما يجيلك رسالة في النص اشعار يقطعك؟ مرة واحدة كده خدتها من اولها لاخرها طريق واحد، امتى؟ اسأل نفسك، انت فعلا بتقلب في ايه؟ ولا بتدور على ايه؟ هل بتتفرج عشان تستفيد ولا عشان تهرب؟ هل بتقلب وخلاص عشان تلاقي نفسك في تاني يوم، ولا بتعمل ايه؟ كل ثانية ولحظة بتعدي عليك بتحدد مستقبلك. صدقني السوشيال ميديا ما بتعملش أي حاجة غير إنها بتسرق منك وبتديك وهم. أنا بقى يا سيدي أكلمك دلوقتي حالا على علامات كده تحسسك وتخليك تشوف إنك أنت بجد مدمن. إنك أول ما بتفتح عينك بتمسك التليفون، بتقلب في السوشيال ميديا وتخرج من برنامج لبرنامج من غير أي سبب واضح موجه. تحس دايما بالقلق والفراغ وحاسس ان بطاريتك كل شويه عماله تخلص. تقارن نفسك في كل مواقع التواصل الاجتماعي بالناس وحاسس نفسك مش كفايه. تقول ان ده اخر فيديو، تلاقي نفسك قعدت 2 3. بتتجاهل شغلك ومذاكرتك ومستقبلك وكمان حتى اصحابك لمجرد انك تفضل اونلاين. بتتاثر يوميا في اليوم كده مع الناس وفي حياتك
على حسب التفاعل على البوستات اللي انت بتشوفها او حتى البوستات بتاعتك انت شخصيا. تخيل كده معايا ان دراسة امريكية اثبتت ان الشخص العادي بيقضي اكتر من 3 ساعات يوميا على الموبايل. يعني تخيل كده معايا لو حسبناها بالايام والشهور، انت ضاع منك 1.5 شهر من السنة على التليفون. وانا بقول لك 3 ساعات، بتقعد بقى قد ايه؟ تخيل ان 1.5 شهر ده والله استثمار كان ممكن يغير حياتك بالكامل. تعالى بقى دلوقتي حالا نعمل خطة ازاي تلحق نفسك من الموضوع ده. ابني وعيك، اعرف ان اللي بيحصل وقول لنفسك ان هو مش غلطة منك، لان انت مش انت اللي صنعت الحاجات دي كلها، هو نتيجة تصميم مقصود وانت اللي لازم تعرف ازاي تتعامل معاه. كل مرة بتفشل فيها انك انت ما تمسكش الموبايل وتعمل سكرول، ده مش ضعف منك، ده واقع في شبكة معمولة لده عشان تخليك كده، وانت واقع فيها مش اكتر. حاول تمسح البرامج اللي عندك، جرب ما تعملهاش، ما تمسحهاش، شيلها من قدامك في الباك جراوند يومين في الاسبوع كده، كل جمعه وسبت. جرب، حاول تعمل حاجه مكانها، اخرج، اقرا، صلي، املي يومك، اقعد مع الناس من اول يوم لاخر يوم، ما تسيبهمش لحظه غير عشان خاطر بس تخش الحمام. حاول على قد ما تقدر تبدا يومك من غير تليفون، اول ساعه كده لوحدك، اقرا لك قرآن الصبح، قول الاذكار، اغسل وشك. وزي ما قلت لك يا سيدي، بدل ما تمسح البرامج شيلهم من الباك جراوند، خليهم بعاد، انك محتاج تلف يمين او شمال وتروح السيرش بار وتكتب اسم البرنامج وتدوس عليه وتخش. كل ما الحاجه بتبعد بتستصعبها، مخك هيفكر 2 3 قبل ما يفتحه. جرب كده 10 دقايق، اقعدهم، اقفل موبايلك بالكامل، اقفله بالكامل، ما يرنش خالص ولا يهز ولا فايبريشن، اقعد في هدوء، صمت، ولا حتى في شاشه حواليك، واسال نفسك انت حاسس بايه؟ ايه اخر حاجه افتكرتها في يومك؟ ايه اللي نفسي اعمله ومش لاقي له وقت؟ مين الشخص يا سيدي اللي مأثر فيا اليومين دول بشكل ايجابي ولا سلبي؟ اعمل اي حاجه تشغل بيها مخك من غير نور وشاشه وجهاز. بعد ما تخلص استخدم ورقه وقلم واكتب كل الاجابات الاسئله دي على ورقه، وافضل اكتب وشوف ايه الحاجه اللي بعد ما تخلص نفسك تبدا بيها وتشتغل عليها. شوف ايه اللي انت بتأجله دايما عشان خاطر انت مسحول في الريلز والسكرولينج. بعد ما تكتب يا سيدي، حاول تعمل اول خطوة تجاه اول حاجة كتبتها، ولو حتى لمدة دقيقة. ممكن اطلب منك طلب بقى قبل ما نخلص الفيديو ده؟ عايزك توقفه وصور نفسك دقيقة فيديو اتكلم فيه مع نفسك لمدة دقيقة، فكر فيه بصوت عالي. دي طريقة ممكن تفصل بيها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت تكون حاسس انك انت قدام شاشة ومشغل حاجة، بس على الأقل بتعمل حاجة لنفسك. ممكن تجربها لمدة دقيقة؟ فيا سيدي أنا عايز أقول لك في الآخر، السوشيال ميديا مش شر، بس أنت مش لازم تكون عبد ليها. في فرق بين إنك أنت تستخدمها وهي اللي تستخدمك. ولما ترجع أنت اللي تسيطر عليها، صدقني هتعرف تسيطر على حياتك بجد. لما بتفصل عن السوشيال ميديا بتوصل لنقطة أعمق بكتير جدا 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 مع نفسك. والحرية مش إن أنت تمسح البرامج، والله الحرية إنك أنت تقدر تقفلها وتفتحها بمزاجك، تبقى أنت اللي بتتحكم فيها. لأن صدقني أنت مش هتفهم ده، غير متأخر. الوقت اللي بيروح مش هيرجع، بس ممكن تلحق الطريق والبوصلة اللي أنت ماشي فيها النهاردة. شوف بقى، حابب تشارك الفيديو الجميل ده مع حد من صحابك حاسس إن هو بجد عبد للسوشيال ميديا ومش عارف يسيبها. ويس يا سيدي، نيجي هنا عند نهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. وانا والله بحاول على قد ما اقدر ان اي حد بيتفرج عليا او بيستخدم السوشيال ميديا علشاني اكون بفيده، ما اكونش بقعدك كده على الفاضي وخلاص وتحس انك انت ضيعت وقت. يعني اتمنى الكام دقيقه في الفيديو دول بجد يكونوا فادوك، وبجد يكونوا عملوا اي حاجه في حياتك غيروك. معاكم محمد صالح موكا، بيحاول يستخدم السوشيال ميديا على قد ما يقدر بطريقه كويسه تفيدكم وما تكونش بتضلكم لاي حاجه وحشه، ولا حتى تكون بضيع وقتكم. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى تكونوا وصلتوا لهنا وفهمتوا عن السوشيال ميديا. انا نفسي بجد والله اعمل فيديو عميق عن السوشيال ميديا، يعني اتعمق فيه اكتر واعرفكم فيها حاجات كتير جدا عن الموضوع ده، بس يعني نحاول نكمل السلسله الاول. فان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد زي ده حلو جميل المره الجايه.